حاجة واحدة بس لو عملتها هتخلي العملاء يثقوا فيك، يحبوك، يشتروا منك. وايه هي؟ الانفلونسر ماركتنج. الاعتماد على المؤثرين اصبح واحد من اقوى ادوات التسويق النهارده، لان الناس بتعتمد بشكل عام على التوصيات من الناس اللي هم بيثقوا فيهم او بيحبوهم او نفسهم يبقوا زيهم. وطبعا شفنا احنا التسويق بالمؤثرين او الانفلونسر ماركتنج في مشاريع كتير جدا في مصر، زي ما بلبن بيعمل بالظبط. طب ازاي انت كمان تقدر تستخدم السر ده؟ رقم واحد، اختيار المؤثر المناسب. مش اي انفلونسر وخلاص ينفع، لازم تختار واحد بيشارك مع جمهوره نفس القيم والاهتمامات اللي انت عاوز توصلها، يكون الجمهور بتاعه مناسب لجمهورك المستهدف. ما ينفعش تختار اي انفلونسر وخلاص، اختار الانفلونسر بتاعك صح عشان مبيعاتك تزيد فعلا، ما ترميش فلوسك في الارض. رقم اتنين، التركيز على المصداقيه. الجمهور بيثق في المؤثرين لانهم بيعتبروا اصواتا حقيقيه، فانت لازم الانفلونسر اللي هيعمل لك الاعلان بتاعك يكون اعلان صادق وغير مفتعل، مش الناس تحس ان هو بيعمل الاعلان ده لمجرد انه بيعمل اعلان. لازم الاعلان يكون فيه صدق، لان ده المفتاح الاساسي اللي احنا رايحين للانفلونسر علشان تقديم تجربه مخصصه. ممكن الانفلونسر ما يطلعش ان هو يتكلم عن الشركه بتاعتك، لكن يقدم منتجاتك بما يتناسب مع شكل اللايف ستايل بتاعه او حياته. زي بالظبط ما بنشوف كده الروتين بتاع البشره. هل انت فاكر ان كل المنتجات دي الناس شارياها وفعلا بيبقى في منهم منتجات سبونسر؟ الشركات متفقه معاهم ان هم يحطوا المنتج ويطلعوا يكلموا الناس عنه، بس انت بتحس ان المنتج ده جزء من حياتهم، وبالتالي بيبقى عندك ارتباط اكتر مع المنتج، وده بيبقى ناجح اكتر. ركز على المنصات اللي جمهورك موجود عليها بشكل اكبر. جمهورك المستهدف ممكن يكون موجود على تيك توك، ممكن يكون موجود على انستجرام، ممكن يكون موجود على يوتيوب، وعلى الاساس ده برضه هتختار الانفلونسر المناسب ليك. التسويق عن طريق الانفلونسرز بيعزز الثقه بينك وبين العملاء بشكل كبير جدا، ويخلي المنتج بتاعك يكسب مصداقيه كبيره. حاول ان انت دايما تستخدم الانفلونسر ماركتنج لو تقدر عليها، لان انت هتفرق معاك كتير جدا، هتخلي مبيعاتك تزيد بشكل واضح، الناس هتعرف منتجك اكتر، وبالتالي مبيعاتك هتبقى احسن وهتوصل للي انت عايزه. انا زياد سليم، واحنا كنا هنا في داجوتا كابي. لو عاوز تعرف اكتر اعمل لنا فولو عشان ننزل لك معلومات تفيدك في البيزنس بتاعك.